الموضوع. واش كتظنوا بأن نهاية شنقريحة أصبحت فعلا وشيكة؟ واش كتظنوا أن النظام العسكري سوف، لا حنا نسميوه بالاسم اللي مشهور به، لأن الجزائري في الجزائر حينما تحكم العصابة، حنا كنعرفوا العصابات والمافيات ما كتعطيش الاسم الحقيقي ديالها، لذلك نحن نعامله بالاسم الحركي ديالو، باعتبار أن النظام الجزائري نظام مافياوي. هو بومدين مسمي راسو بوخروبة، بوتفليقة كان عنده اسم مستعار، كلهم القيادات ديالهم. المدين كان عنده اسم مستعار، نزار كان عنده اسم مستعار، كلهم كيستعملوا اسماء مستعارة. وطبعا لأن العقلية عقلية مافياوية. عليكم السلام وربيحة النخاع. عقلية مافياوية، وتقوم على أساس أنهم لا يعترفون يعني ما كيدلوش بالأسماء الحقيقية ديال الجهات. تخيلوا أن الشعب الجزائري ما كيعرفش الاسم الحقيقي ديال مجموعة من الجنرالات اللي كيحكموه إلى يومنا هذا. نعم، بومدين اسم مستعار، الاسم الحقيقي ديالو بوخروبة. وتخيلوا أن الجزائر اليوم مجموعة من الجنرالات اللي كيحكموا الجزائر إلى يومنا هذا، الشعب الجزائري ما كيعرفش الاسم ديالو الحقيقي. نعم بحال بوخروبة، هذا الاسم ديال بومدين اللي كان هو أحد المجاهدين الحقيقيين داخل الجزائر، وأجهز عليه بوخروبة وخد الاسم ديالو. على العموم ديزيد لي زون، بغيتي نحيد لك السيل. واش طالب كيست؟ ما كتهضرش حيد، ما طلبش كيست. الله يرحمه. ما عرفش كيفاش، ما عرفش هذه شكون هو ديما. انا صراحه لا اترحم على اي رئيس من رؤساء الجزائر، لأني أعتبرهم كلهم مجرمون. عليكم السلام أخي تسلا. نعم، الوحيد اللي كان عنده الاسم ديالو هو بوضياف، وطبعا بوضياف كان أول رئيس في العالم يتم اغتياله مباشرة على الهواء للأسف. الإنسان اللي كيتمعن في الواقع الجزائري اليوم يعني يكون شبه متأكد أننا فعلا نسير نحو انقلاب على هذا الرجل، وأننا ربما غنعاودوا نشوفوا السيناريو ديال القايد صالح. طبعا أنا أعتقد أنكم كلكم سمعتوا الفيديو ديال بن سديرة اللي كيتكلم على كيف تم اغتيال القايد صالح. القايد صالح اللي كان الجزائريين كلهم يدعون محبته وخرجوا تيبكيو إلى غير ذلك، اغتاله شنقريحة. وطبعا لا محاكمات ولا متابعات ولا أي شيء. إذن أنا أعيد السؤال مرة أخرى على أخي تسلا، في نظركم إلى أين يسير النظام الجزائري؟ هل تعتقدون بأننا وصلنا إلى نهاية شنقريحة؟ هل تعتقدون أن ناصر الجن قد يقود انقلابا داخليا من داخل الجزائر رفقة الضباط والجنرالات اللي فروا معه وسهلوا فراره؟ البعض يدعي أنه قد يكون لتبون أيضا المسؤولية في هروب الرجل. كنتمنى اللي عنده شيء أجوبة على هذه الأسئلة. تفضل أخي تسلم. السلام عليكم، تحياتي خويا سعد، تحياتي الدكتور. طبعا راه عندك مشكوك في المصداقية ديالك، صحابك نسينا تحط مغالطات على عمي تبون، راه ما نساوهالكش. زيد ميك اصاحبي، صافي دابا راني حشمان من داك النهار فاش قلت لكم راه ما غاديش نرجع تبون وعاود رجع، ولد الحرام دارها ليا غير عنوه، فهمت؟ سمعني وقال لك والله ترجع غير على قبت. تحياتي خويا سعد، دكتور يوسي، سي عبدو، تحياتي لجميع الاخوه الكرام. خويا سعد، اول حاجه اللي غادي نبدا بها، بدا غير واحد الخبر ان اليوم جريدة لو موند الفرنسية خرجت خبر ديال هروب ناصر الجن، يعني داكشي ولا رسمي. جريدة لو موند الفرنسية اللي كانوا كيستدلوا بها الجزائريين علينا
تيقولوا على ان عندها مصداقيه، وهذا دابا ولات خبر رسمي على الاخوان. كاع دوك الجزائريين اللي البارح اللي طلعوا معاك اسعد وتيقولوا والخبر ماشي رسمي وهذا الشيء ماشي، ها هما دابا جرائد عالميه من مصادر موثوقه تؤكد خبر هروب ناصر الجن. ماذا يحدث في الزريبه سعد؟ هذا هو السؤال، ماذا يحدث في الزريبه وشنو واقع عندهم؟ كل شيء كيهرب، الجنرال ديالهم كيهربوا، الاطفال تيهربوا، كل شيء تيهرب. بالنسبه خويا سعد، بالنسبه للهروب ديال ناصر الجن، السؤال مطرح واش باقي في الجزائر ولا خرج لاسبانيا. باقي الاخبار غير مؤكده تماما، لكن على الاقل الهروب ديالو اكد على ان الزريبه الجزائريه يعني زريبه محلوله، والاجهزه الامنيه ديالها اجهزه محلوله وليست على قلب رجل واحد، كلهم مشتين والكل يهرب. تحياتي خويا بديل، تحياتي. الكل يهرب وكل شيء كل شيء تيهرب. شفنا الاطفال الاخوان تيهربوا، شفنا عائلات كيهربوا، عائلات جنرالات كيهربوا، وكل شيء مسدود عليهم. يعني تخيل معايا خويا سعد، ناصر الجن كان مسدود عليه في فيلا وعاوتاني هرب، وتخيل معايا ثاني داك العرباوي حتى هو مسدود عليه، هذا المدير ديال الرئاسه الجزائري السابق اللي كان غير شهر هذه، ها هو حتى هو مسدود عليه. ماذا يحدث في هذا؟ واش ما الزريبه شنو واصل مسدود عليهم في الاستيراد؟ بنادم الجزائري ما تيخرجش بالزريبه، الجزائر اصبحت زريبه الاخوان. خاصك تعرفوا هذه المساله، كل المسؤولين الكبار في الجزائر مباشره بعد التقاعد يحالون الى السجون، جميع رؤساء المخابرات السابقين، جميع وزراء الدفاع، جميع من تولى مناصب سياسيه حساسه داخل الجيش او داخل الدوله الجزائريه هم اليوم إما مقتولون وإما مسجونون. بل أن تبون يعلم جيدا أنه إن بقي حتى 2026 سيكون مصيره السجن أو الاغتيال. وطبعا شنقريحة حضره قبل مدة وقال له يا تبون لن تصل إلى جونفي 2026. واعتقد أن الأمر أصبح واضح اليوم أخي تسلا بأن الانقلاب على شنقريحة وتبون أصبح وشيكا. تفضل أخي تسلا. خويا سعد، الأجهزة الأمنية الجزائرية منقسمه، يعني هذا الشيء علاش كيخافوا ان كو ديطا ولا انقلاب على تبون نفسه. يعني كتشوف هذه الحاله النفسيه ديالو، ولا تيخاف يديروا ليه السم في الماكله، ولا تيخاف، ما بقاش كيثق في الاجهزه الامنيه ديالو. يعني ولا بنادم ملي كتثق حتى في الرجالات ديالك اللي كتسير بهم الدوله وكتخاف انهم يقتلوك، هذا فقر السلام على هذه البلاد. هذه اول حاجه. ثاني حاجه خويا سعد، هذيك الملاحظه اللي عطيت على ان جميع المسؤولين في الجزائر بعد، يعني ماشي حتى بعد، غير فاش كيكون شي تعديل حكومي تيلوحوهم، تيكرتوهم، تعاودوا تيمنعوا عليهم اولا السفر خارج الجزائر، ثانيا بعض المرات كيديرهم الاحتجاز القسري. هذا الشيء سعد علاش؟ هذا الذي يفسر ان جميع الحكومات الجزائريه والوزراء حكومه تكنوقراط، ما يقدروش يديروا مع هذا الشيء مع الاحزاب السياسيه، فهمتي؟ حيت غادي يداتوا لي روينه. لذلك يفضلون حكومه تكنوقراط بعيده عن الاحزاب باش يبهدلوا فيهم كما بغاو. وكاين اخويا سعد ان اخبار على ان مسؤولين جزائريين يعني عرضت عليهم مناصب وزاريه ورفضوها، فقيل لهم واش ما بغيتوش تخدموا مع تبون، ما بغيتوش تخدموا الجزائر، كتهديد مباشر. تخيل معايا سعد، انت كتعطاك منصب وزاري وكترفضه، ويتم تهديدك انك الا ما خديتيش راك غادي يضربوا المصالح ديالك. هادشي اخويا سعد راه كلشي كيهرب من هذا النظام. يعني المسؤولين كلهم تيهربوا لان نظام لا يؤتمن جانبه، نظام غادي في الهاويه. وحنا شفنا بزاف ديال المظاهر اخويا سعد اللي كتاكد هذا الشيء. الاقتصاد ديالو غادي في كارثه. وغادي نترك اخويا المساحه سعد، غادي نخلي شويه المداخله الاخرين باش ما نتعطلش على الدكتور يوسي. شكرا لك. نمشي مباشره عند الاخوان من فضلكم. اتمنى انكم تكبسوا وتبارطاجيوا اللايف من فضلكم. احنا دابا 350، الا كل واحد فيكم كبس غير واحد 1000 غنوصلوا 350 بسرعه. كل شيء من فضلكم يكبس ويبارطاجي فضلا ليس امرا، طبعا مشكورين. سي سعيد، في رايك هل اقتربت نهايه هذا الرجل الذي يعني فاقم العداء بين المغرب والجزائر، والذي اعلن عداءه للمغرب منذ ان وصل الى السلطه؟ هذا الرجل اللي كيحمل في خلفيته عقده العداء لكل ما هو مغربي، خصوصا بعد المرحله التي قضاها في سجون المغرب.
هذا الرجل الذي عاد حتى باقي الأجنحة داخل الجزائر وعاقبهم وأرسلهم إلى السجون، بل يداه ملطخة بالدماء ومتهم باغتيال مجموعة من الجنرالات داخل الجزائر. واش كتعتقد أننا وصلنا إلى نهاية هذا الرجل؟ سي سعيد تفضل. شكرا سعد، تحية إليك وتحية للإخوان كلهم، السي تسلا والسي عبد الله والدكتور ديالنا جبارة، السي رحال، لاله فاطمة، وإيران إيران لا إيران العكري بولشف. حقيقة كاين الأذان، واش نستمر ولا خليه لينا سي سعيد نسمعوه، الناس كيبغيو يسمعوه من فضلك، مشكورة. إذا قلت الإخوان، المؤسسة العسكرية الحاكمة في الجزائر بأمر من فرنسا، شنقريحة يعتبر من أسوأ النماذج اللي نجاتهم ديال القيادات في تاريخها. وأنا شخصيا وعلى المنصة ديالك دائما كنصنف شنقريحة الثنائي شنقريحة والرئيس عبد المجيد تبون بكوموندو ديال التخريم. هاد جوج الناس هم من سيسببون ويسببون للجزائر أكبر خراب اللي عرفته الجزائر في تاريخها على جميع المستويات. هذا الثنائي الجميل الحقيقة والفريد من نوعه سيقود الجزائر حتما إلى الهاوية. ما تعرفه المؤسسة العسكرية دابا حاليا في عهد شنقريحة وفي عهد الرئيس تبون، إلا جينا نقيموه بواحد العين موضوعية كيوضح لنا بأن هذه المؤسسة العسكرية اللي كانت مسيطرة ولا زالت على الحياة الاقتصادية، على كل الحياة والمؤسسات الاقتصادية في الجزائر، متحكمة فيها بشكل تام. هذه المؤسسة اللي كتحكم في الحياة السياسية وفي العلاقات الخارجية والدبلوماسية ديال الجزائر مع العالم بأسره ولا مع الدول الجوار إلى غير ذلك،
هاد المؤسسة العسكرية الضعف والهوان اللي وصلت له دابا حاليا في المرحلة وحجم الاختراق اللي كتعرض له حاليا في المرحلة كيتعكس في الواقع اللي كتعيشو الجزائر اقتصاديا الله يشافيكم من الجزائر برك. هذا واش نقول لكم، والله ربي يهديك. امين امين. نتسنى نكملوا ديك الساعه. ادعي معانا تنساليو تجي الدور ديالك ودعي معانا. خليك معانا وجلسي تصنتي. كمل السي سعيد. غير هو السيدة ما خصهاش تقلق. بالفعل الله يشافينا من الجزائر، ولكن عاد بدينا حنا. انتم راكم 63 عام في العمر ديال بلادكم و63 عام وانتم غير في العداء لينا. حنا عاد هادي واحد 3 سنين ولا 4 سنين عاد بدينا، زعما مازال ما يلا 3 سنين بدينا، دونك باقي عندنا على الاقل واحد 60 عام اخرى كتسالوها لنا. هذا دين خصنا نردوه لكم دولة وشعبا، وحنا ما كنديروا والو، زعما كنحللوا الواقع ديالكم. وبما انكم عندكم كتستعروا من انكم تعريوا العورات ديالكم امام المرآة ديال التاريخ، المغاربه والمغربيات كيتكلفوا باش يعريوكم ويعريوا هذا الواقع ديالكم، عله وعسى يكون في ذلك الشعب الميت والمحنط اللي هو الشعب الجزائري نساء ورجال اللي يقدروا واحد الوقت انهم يستعدوا يسترجعوا البلاد ديالهم والعقل ديالهم والمنطق ديال باش كتمشى البلدان وباش كتسير الشعوب. اذا كنغلق هذا القوس. قلت بان هذا الشيء اللي كيجرى دابا حاليا في الجزائر هو احتدام الصراع في مرحله الازمه والانهيار ديال هذه المؤسسه العسكريه. وهذا ما تعيشه الجزائر فاش كتشوف هو احتدام الصراع ما بين هذيك الاجنحه. وما يمكنش كذلك نغيبوا فرنسا اللي وضعت هذا النظام العسكري على الرئاسه ديال الجزائر وفي قمه الهرم ديال السلطه ديال الجزائر. ما خصناش نغيبوها فيما يجري حاليا في الجزائر، سواء كان انقلابات متوقعه او محتمله او حتى هذا الشيء اللي كيجرى فما يسمى بالتهريب او الهروب ديال هذا الجن الى غير ذلك. ممكن فرنسا تكون لها يد طوله على اعتبار ان هذه المؤسسه العسكريه والرجالات ديالهم راهم كيبقاو الى يومنا هذا تابعين لفرنسا وبمختلف الاجنحه ديالهم. وبالتالي ممكن تكون لفرنسا في اطار تصفيه حسابات سواء مع النظام الجزائري ولا في هذا الملف اللي كتضغط عليه في التوترات بين قوسين ديال العلاقات فيما بينهم. ما خصناش نغيبوا انها تقدر تكون عندها اليد الطوله في ترتيب ربما الاوضاع وهذا داخل الجزائر. وكذلك المخابرات الامريكيه اللي اصبحت كذلك لها اليد الطوله وعندها على الاقل افريكوم. دابا حاليا فاش كتمشي للموقع ديال افريكوم كتلقى بان عنده جوج ديال افريكوم، اي القياده ديال الامريكيه في افريقيا عندها جوج ديال قواعد عسكريه حاليا في وحده في الشمال وحده في الجنوب الجزائري. اذا مسألة ماشي غير في اعتقادي هي تصفية حسابات داخلية وفقط، بل ربما وأعتقد بأنه إعادة ترتيب الداخل الجزائري في اتجاه ما. وما كنغيبش أنا ولا ما كنبعدش الاحتمال ديال أنه تكون لفرنسا والولايات المتحدة يد طولة فيما يجري في الجزائر. ولكن في جميع الأحوال هذا الشيء اللي واقع دابا حاليا كيوضح بالملموس بان هذه المؤسسه وهذا التصدع اللي كتعيشو كيعكس واحد الانهيار في الاداء ديالها وفي لا كويزيون انترن ديالها، في التماسك الداخلي ديالها. لانه من عهد بن بله وبوخروبه الى حدود العهد ديال بوتفليقه والقايد صالح، رغم الصراعات ديال الاجنحه، رغم ما عمر كانت المؤسسه العسكريه وصلت لهذا المستوى ديال هذا الصراع. وهذا كيدل على التدني ديال المستوى ديال الاطور ديالها، وفي نفس الوقت على الارتفاع ديال المنسوب ديال الاحتدام الصراع على المصالح فيما بين هذه القيادات ديال هذا، وكانهم يستعيروا. سعيد، انت بطريقه غير مباشره كتقول بانه فرنسا وامريكا قد تكون متورطه، وهي يعني من وراء يعني هروب هذا الرجل او هذا القيادي
أو هذا الجنرال لأسباب ومصالح، ربما لصالح فرنسا أو أمريكا تريد تحقيقها مستقبلا في الجزائر. لأنه لا ننسى بأنه الجزائر هذا النظام العسكري حاليا هو قدم نفسه وقدم الجزائر وقدم جغرافيا الجزائر والثروات الجزائر، وضعها ما بين يدين ديال الغرب وتحديدا الولايات المتحدة. وهذا واضح زعما في العلاقات تاع الولايات المتحده الحديثه في عهد ترامب مع سميتو مع هذا النظام العسكري في الجزائر. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه انه هذا النظام العسكري اكثر من اي وقت مضى كيقول الولايات المتحده وكيقول الغرب بانه مستعد انه يلعب الدور، يزيد يتعمق في الدور العماله اللي كان موكول له في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والمنطقة الإفريقية بشكل عام، فقط من أجل الحفاظ على هذا العسكر والمؤسسه ديال الجيش في راس السلطه ديال السياسه والسلطه في الجزائر. اذا بالنسبه لهذه الدول وتحديدا الولايات المتحده، ربما هذه العمليات وما سيرشحوا عنها زعما في المستقبل القريب، غادي ننتظروا شنو المسار اللي غادي تمشي فيه الاحداث، ربما هي اعاده ترتيب ديال البيت ديال هذا النظام الداخلي في الجزائر، بحيث انه يحيدوا القيادات اللي ما مناسباش ليهم في المرحله ويحطوا القيادات اللي هي مناسبه ليهم في المرحله. لان هاد شنقريحه راه واحد الانسان امي وجاهل ووصل لمرحله ديال الخرف، واحد اللي وصل 80 اش باقي كيدير في قيادات الجيش وقيادات اركان ديال الجيش، واحد اللي وصل 80 عام ورفع السقف ديال العداء مع المغرب لواحد المستوى غير مسبوق، واحد السيد اللي كينشر واحد عدم الاستقرار في المنطقه، وهذاك عدم الاستقرار اللي كتعمل عليه الجزائر مع الدول الجوار راه كانت يؤدي عليه الغرب ضاربه غير مباشره، لانه هذا عدم الاستقرار اللي كاين في ليبيا واللي كاين في الساحل واللي كتساهم فيه الجزائر بشكل كبير عبر الدعم ديال الحركات الكبابيه، وهذا راه جعل انه اعداء ديال الغرب واعداء ديال الولايات المتحده اللي هما تحديدا روسيا والصين ومنافسين بحال الهند وايران وتركيا تسللوا ودخلوا ولا عندهم موقع قدم اقتصادي وسياسي وجيوسياسي في المنطقه ديال غرب افريقيا والمنطقه ديال الساحل. وهذا التسلل اللي بغينا نقولوه لعبات فيه الدور كبير الجزائر. نذكروا بانه المرتزقه ديال فاغنر راه دازوا من التراب الجزائري ودخلوا الى المالي في المرحله الاولى برضا وموافقه ديال النظام العسكري الجزائري وبالدعم اللوجستيكي من النظام العسكري الجزائري قبل ما يقلب الطرح عليهم، لانه غادي يكون بالضروره انه تمت قرصه الاذن ديالهم من طرف الغرب وتحديدا فرنسا والولايات المتحده الامريكيه. اذا فاش كتولي انت كبلاد من الضعف انك كتوضح للغرب والولايات المتحده اجي وخذوا اللي تبغيو وغير خليوني انا كمؤسسه عسكريه في السلطه، راه السباع ولا الضباع ما كترحمش الفارسه الا كانت مجروحه ولا ابانت عند نقطه ضعف. اذا ممكن تكون هناك تدخلات ولا استبعدها، وباقي الايام ستوضح هذه المساله، انه تكون لفرنسا والولايات المتحده يد طوله في اعاده ترتيب هذا الوضع السياسي والوضع ديال هذه المؤسسه العسكريه بالشكل اللي يجعل بالفعل الجزائر ان يتماشى مع المصالح ديالها بالطبع، ومع الترتيبات اللي دايرين اللي كي سون بريفيزيونيل عندهم في المنطقه. شكرا اخي سعيد. شكرا لك. انا غنمشي عند اخي منبت الاحرار. اخي منبت الاحرار، سمعت المداخله ديال السي سعيد، هل تتفق معه رغم انه استبعد روسيا؟ البعض يقول قد روسيا ربما تريد استعاده نفوذها داخل الجزائر، وشنقريحه كان عدوا لها، فالآن تريد يعني استعادة مكانتها داخل الجزائر عن طريق إسقاط شنقريحة، عن طريق دعم ناصر الجن. تفضل أخي منبت الأحرار. السلام عليكم سي سعد، السلام على الإخوة كاملين، سي طيسنا، دكتور يوسي ديما المغرب، سي محمد والدكتور جبارة وخويا رحل. هذه المنظومة ديال الحكم
اللي في الجزائر، هذا الشيء اللي كيصرى الان هو متجدد، يعني ماشي ما وقعش اليوم هكذا وفاجئني انا مثلا كمتتبع الاخبار ديال دوله توكستان، لا هو قديم، هو من مخلفات اجهاض الثوره الجزائريه اللي قاموا بها الرجال واستغلوها. نعرفوا شكون استغلوها، اللي استغلها بوخروبه واللي عمرو ضرب رصاصه، كان يعيش في وجده بين وجده وبنين صار في الدواوير المجاوره بالمناطق الشرقيه، عمرو ضرب رصاصه، هو اللي دخل وحكم البلاد من بالحديد والنار، واجهز على الثوار الحقيقيين وقتلهم تقتيلا، وحل الباب اول مره، اول من حل الباب للحكم لي ضاف او لي زوفيسيال لي ديزيرتور اللي زرعتهم فرنسا، كانوا ضباط موالين لفرنسا وبقاو موالين لفرنسا، وزرعتهم في الجزائر، هو اللي حلهم الباب للحكم، ومنهم الكاردينال، منهم كثير، كل اغلب الجنرالات ما يصدروا الان. انا كنشوف بان هذا الجزائر الان التي تحكم براسين، هو الرئاسه في شخصيه تبون، والرأس العسكري اللي هو شنقريحة. أنا كنشوف هذا كنز استراتيجي بالنسبة لنا حنا كمغاربة، اللي حققناه في هذه ال5 سنين ديال الولاية ديال هاد الاثنين، عمرنا حققناه لمدة سنين. أنا كنشوفهم كنز استراتيجي، وأتمنى نجاحهما ودوامهما، أن يطيل الله في أعمارها ويبقاو على رأس ديك الدولة، لأن هادو اللي غادي يدوها للتفتيت، هادو اللي داو الجزائريين الأكبر هربة في التاريخ منذ أن استقلت. عمرنا حنا كنا نشوفوا قوارب، راه واحد الوقيته هذه 20 عام حنا المغاربه اللي كنا نهجروا لاوروبا، ما كانوش يهربوا الجزائريين بهذه الطريقه. في وقت بوتفليقه، رغم انه ما كانش هذا الفشل في منظومه الحكم. هاد الاثنين هما سبب دمار الجزائر. باش تعرفوا شنقريحه انسان فاشل في العسكريه وحتى في المعامله الانسانيه ديالو، لانه يكره جميع الناس، ما يكرهش غير المغرب. هو فجر الجزائر، فجر العداله للجزائر من كل النواحي، مع ليبيا حفتر، مع مالي، مع النيجر، مع المغرب ما نتكلموش، وحتى في علاقات خارجيه مع فرنسا، مع اسبانيا سابقا. يعني هو انسان فاشل، الكولتيف كما نقولوا حنا هاد لي زيشاك، انسان فاشل، وغادي يدي الدوله لهذا الفشل. هروب ناصر الجن هو فقط حلقه متجدده. وحتى خويا سعد مثلا نسبه هذا الجنرال شنقريحه، النظام الجزائري العسكري هو نظام سرطاني ياكل بعضه لينتج نظاما جديدا. يعني غادي يكون واحد التوالد، لان هذا النظام نهار خلقاته فرنسا ودعمته باقي كدعمه، خلق ليستمر بهذا الفشل وبهذه الطريقه. تحياتي لكم، ونعاود مداخله اخرى. شكرا. دكتور جبارة، في رايك ناصر الجن هل مدعوم فرنسيا امريكيا ام روسيا؟ هل تعتقد ان الرجل فعلا فر خارج الجزائر، ام تعتقد انه ما زال داخل الجزائر يحضر للانقلاب على شنقريحه؟ تفضل دكتور جبارة. لا، هي في الحقيقه خرجت مجله ديال لو موند وتكلمات واكدت الخبر. حنا كنعرفوا ان هذه المجلات الفرنسيه كيعرفوا الشاده والفاده اللي كاينه في الجزائر، وكيعرفوا الاشياء قبل من الجزائريين وقبل حتى من النظام الجزائري، تيكونوا على علم بكل شيء. حنا عارفين بان هناك وزير دائم في الجزائر، وزير مستشار، وكنعرفوا ان هناك مقيم سامي للجمهوريه الفرنسيه في الجزائر. وهذه مسائل واضحه، لان هنا كتبين لك ان حتى من ناحيه المخابرات الفرنسيه موجوده في الجزائر، كاينه في جميع المدن وجميع القرى موجوده، وعندها مكاتب وعندها كل شيء، وعندها حتى الادله والوثائق على هذا الكلام. هو شوف خويا سعد، انا بمحض انني قديم في هذا النزاع هذا، شرفت في هذا النزاع هذا والله. لا انا كان جالس معاه، كنكون جالس معاه بوحدي غير مع راسي، وتنقول شوف ربي غادي يعطيهم يشربوا من نفس الكأس. راح
شفتي شحال خدموا على الصحراء في الاخر نظم القبائل، وراه هذه واحد اسبوع على ما اظن تم استقبال الماك في الامم المتحده والقوا الكلمه. وهنا يعني بان الامور اصبحت جديه، وانه اكيد ومؤكد مليار في المية سوف يتم ادراج قضيه القبائل في اللجنه الرابعه لانهاء الاستعمار. بمعنى هنايا صافي راه يذوقون من نفس الكاس. بالنسبه لهذه القضيه ديالهم ديال الضرب تحت الحزام وخلق الفتنه والوشايه وزرع الفتنه وزرع واحد التوتر داخلي وتهجيج الراي الداخلي ديال الدول العربيه وخاصه المغرب. هادشي دابا ولاو كيعيشوا نفس الشيء. دابا ولا عندهم العافيه شعله عندهم داخل. الرأي المحلي ديالهم راه فيها هيجان، والقنبله ممكن تتفرقع في اي وقت. الامور اصبحت اكثر تعقيدا. شنا اطفال، شنا رضع، شنا عائلات، شنا جنرالات، شنا سفراء يفرون من هذه الجزائر. كانوا باغيين يديروا لنا عثره في الصباط ولا حجره في الصباط، وكانوا يريدون لنا الفقر المدقع. كانوا خدامين على اساس اننا نعاني الفقر المدقع والمجاعه والعطش وهذا، فيذوقون من هذا الكاس. والحمد لله شوف كاع داكشي اللي خدموه عليه ضد المغرب والا وتبلاو به كل شيء. شتي حتى داك الخدمه ديالهم ديال شوف والله خويا الاخوان، انا احاسب بها امام الله. معظم تهجيج ديال المملكه المغربيه والتهجيج ديال الراي العالمي في وسائل التواصل الاجتماعي كتلقى وراءه الجزائر والمخابرات الجزائريه. يعملون على الفيسبوك، يعملون على التويتر، تيديروا اعاده نشر الفيديوهات والتحريض على الخروج راه شتي غير هذيك ديال صحاب الكشكول، داك الكشكول المنقط بالبيض والكحل. والله الذي لا اله الا هو. دخلتي الفيسبوك معظم هذوك اللي تيديروا نحن فلسطين والتصاور وهذوك كلهم معظمهم جزائري، وداخلين من تحليل الصيفه ديال المغاربه وجالسين كيتقاسموا المنشورات هذا ديال الناس باغيين الخراب للمغرب. لكن هانتوما كتشوفوا بعينيكم انا الخراب آتي للجزائر لا محاله. باش نمشيو دابا احنا هاد المساله هذه ديال الالهيه، لان ربي يمهل ولا يمهل. انت دابا انت باغي الشر، راه ربي كيوجد لك حتى غيعطيك تكون لك نفس الكاس. هو القضيه ديال ناصر الجن هي مساله انا كنظن كاينه فيها فرنسا، ولا اظن انه هرب بالبوطي اخي العزيز. انا اشك انه هرب في البوطي. انا كنقدر نقول بان هذاك السيد مشى في طائره خاصه معززا مكرما وهبط في المطار ومشى للفيلا ديالو، راه رجل على رجل وبرع وماشي بعيد. هو اللي غياخذ القياده ديال الجزائر من مورا شنقريحه. وهاد القضيه هادي راه ديجا وقعات في التاريخ ديال فرنسا، ديجا وقعات وديجا خدموها وديجا صوبوها وداروها ماشي مع الذنب بان الرجل خرج من الجزائر ما بقاش داخل الجزائر. لا ما كاينش في الجزائر، لان راه لو موند راه كتباتها وصرحات بها. لو موند ما غاديش لحقاتهم راه كتعرف. واخا شوف كاينين شي مسائل. برغم ذلك الدكتور جبارة يلاه شفنا لو موند كذبات على المغرب على الملك لا غير اصبر على الملك. اصبر انا راه فهمتك اش بغيتي تقول وعرفت قبل ما تقولها. شوف كاين بعض المسائل انهم يقدروا يتهجموا على المغرب ويكذبوا على المغرب، لان المغرب ما يقدرش يدعيهم، والمغرب غير تابع لفرنسا. المغرب ما تابعش لفرنسا، ما عندوش تبعيه لفرنسا فهمتي. وهذا الشيء هذا شحال مره المغرب دوزها لهم، ما كيدخلش معاهم في صراعات فهذه كيقول لك هذا كلام فارغ. اما مثلا بحال الجزائر
عارفين بان الجزائر بحال هذه المسائل هذو تقدر تدخل معاهم في قضايا، لان هي تابعه لفرنسا، وهنا ما نخلطوش. راه الجزائر راه جزء من فرنسا، هنا ما نخلطوش. هنا هذه المساله تقدر راه الجزائر راك عارف مسطين، يقدروا يديروا الشكايه ويدخلوا معاهم في المحكمه ويوصلوا معاهم شي ماصل، ماشي هما هادوك ولو مون تاكل الدق وما يعقلوش عليها. ماشي نفس الشيء ديال المغرب. المغرب داكشي كيدير له، فهمتي، كيدير داكشي كينخل. ولكن حنا بغض النظر واخا كما قلتي لو موند قالتها، حنا ما غاديش نقولوا آية قرآنية أو غادي نصدقوا 100%. أنا متفق معك أخويا سعد، ولكن كتبقى واحد 70% أنه صحيح هرب. غير كيفاش هرب في البوطي والله ما كاينة. القضية ديال هرب في البوطي ما كايناش، لأن إلا مشينا لناصر الجن ومشينا ما قالوه ناصر ولد ناصر اللي المغتال، الرئيس المغتال في عنابه، نسيت السميه ديالو، يا ربي ديما كتمشي لي السميه ديالو. بوضياف. ناصر بوضياف. فاش فاش ذكر الجنرالات اللي تجمعوا مع ميتيرو من اجل اغتيال الاب ديالو، راه ذكر فيهم ناصر الجن، وهو اللي دبر القضيه ديال القتل ديال بوضياف. دابا خويا سعد، الى هرب، الى سيبوزون هرب لاوروبا، واش فرنسا غادي تزهقو؟ حتى فرنسا متورطه، فرنسا متورطه في المشاكل ديال الجزائر، مورطه مليار في المية. واش فرنسا غتزهقو؟ واش فرنسا غتخليه يمشي يخرج شي اسرار ويخرج شي الوثائق وشي هذا ويصدق مفرقع قنبله عالميه؟ حتى اسبانيا ممكن تسلموا كما سلمت معارضين اخرين مقابل العقود اللي كتوقع مع الجزائر، او لا؟ اسبانيا ما مورطاش. اسبانيا ما مورطاش في التوقيع ديال الاتفاقيه ديال الغاز مع الجزائر. حتى هي مورطه. فين غيهرب؟ وكيف فين يهرب؟ زيد حاجه اخرى، انا ناصر عندنا المغرب. انا على المغرب، حتى المغرب ولا المغرب ما يستقبلوش، نكونوا واضحين. شوف، لان زيطوط اليوم تكلم على هذه الفرضيه، قال لك واحد 60% غيكون هرب. عنده مرته مغربيه، كيقولوا مرته مغربيه، والله اعلم. انا ما متاكدش من هذا الخبر هذا. لكن انت في نظرك واش ممكن المغرب الى هرب للمغرب؟ لا ما يستقبلوا. المغرب راه عنده المبادئ ديالو، الاعراف ديالو، ما يستقبلوش اخويا سعد. لا ولكن لا جا كطالب للجوء كما جا رئيس الحكومه. لا ما يستقبلوش. لا المغرب، شوف المغرب هذاك ديال، شوف المغرب راه، شوف راه كاين واحد المبادئ والاعراف. هذا مجرم، ناصر الجن مجرم، عنده قضايا في المحاكم الدوليه، وعنده في جنيف، وعنده، ما يستقبلوش صاحبي. انا عارفين القضيه، والسيد راه متابع في المحاكم الدوليه. انا ما نقولوش راه مساله راه بشي شكل. شوف انا شوف كنعطي جوج الاقتراح، جوج النظريات اللي هما الاقرب. جوج حالات، يا راه دوبوه في لاسيد، سمعت اخويا سعد؟ دوبوه في لاسيد، غبروا ليه، ردوه من الغابرين باش ما عمر تخرج الاسرار. يا فرنسا هزاتو باش غادي يكون هو رئيس الاركان في المره الجايه. انا شنو قريحه غادي شنقريحه غادي يصفيوها له، غيصفيوها. يعني انت كطرح امكانيه ديال الاغتيال ديالو، ان الرجل يكون تغتال. يا تغتال في لاسيد. عرفتي القضيه ديال لاسيد باش ما يبانش الاثار. لي فاسور كيديروا ليه، كيفاسيو لاطراس ديالو ما يبقاش يبان. يا اما فرنسا هزاتو حطاتو عندها في معزز مكرم، وناطوندو يصفيوها الشنقريحه والتبون ويهزوه ويعاودوا يردوه تما ويولي هو الحاكم. لان فرنسا ما بقاوش لها بزاف ديال العملاء ديالها في الجزائر. فهمتي؟ انا هكا كنشوف الامور، كنشوفها بهذا الجهه، ما كنشوفهاش ديك القضيه هراب وهذا. لان السيد راه كله وثائق، راه عنده حتى الوثائق ديال بومدين في الاتفاقيه مع امريكا. واش امريكا غتزهقوه تخليه يخرج دوك الوثائق السريه
راه كنقول لك السيد عباره عن قنبله تتمشى، راه قنبله نوويه تمشى، راه يقدر يخلق لك ازمه عالميه. هذاك السيد راه ماشي كنضخم الاسرار اللي كاينه ديال الجزائر والعقود ديال الجزائر مع الدول العظمى وهي كارثيه، وعباره عن رشاوي، وعباره عن مصائب، لان يقدر يمشيو فيها رؤوس في هاد الدول هادو اللي ذكرت دابا. حتى ايطاليا يقدر يمشيو فيها يطيحوا فيها ريوس يا اخي. ما يمكنش هاد السيد غادي يخرج ويتمشي ويطلب اللجوء في شي بلاد، يا اما الا كان هرب انفيكتيفمون وغادي يدير اللجوء غيهزوه يردوه ليهم. من الاحسن هي احسن حاجه يهزوه يردوه ليهم، اوترومون يقدر يسرب المعلومات ويسرب هذاك الشيء وغادي تولي شي كارثه. واخا دكتور جبارة خليك معايا نشوفوا اراء الاخوان واش غيتفقوا معك في هذا الطرح ولا لا. نمشي مباشره عند اخي محمد. تفضل اخي محمد. الاخوان من فضلكم شويه ديال التكبيس والبارطاج، راه حنا عدد كافي باش نوصل اليوم المليون، فكبسوا من فضلكم. تفضل اخي محمد. شكرا اخي سعيد على المساحه. السلام عليكم الاخوان، الاسماء ديالهم صديقي العزيز سعيد والسي جبارة العزيز الكريم. سي جبارة راه البارح انا كنت كنقول لسعد راه هاد السيد هذا راكم ما عارفينش الاجرام ديالو كي داير. اخي سعد راه غادي نعياو ونوصفوا لك هذاك السيد الاجرام اللي دخل فيه الدولي والوطني، راه ما غاديش تخيل. راه كانوا شي اغتيالات في المعسكر ديال الشرق، راه كانوا يداروا في الجزائر، هو مسؤول عليهم. هذاك الشخص راه فهمت كما قال لك قنبله موقوته كتمشى. انا كما قلت انا في نفس الطرح ديال جبارة كما قلت لك البارح، يا زعما تقتل داخليا وتمحى الاثار ديالو، يا فرنسا. حيت فرنسا راه كانت الجزائر راه مقاطعه، والجن راه هو حلقه الوصل لكاع الرؤساء الجزائريين ملي بداو حتى لهذا الاخراني. يعني تخيل معايا راه هذاك علبه سوداء في اي لحظه راه فهمت الا هضر غادي بزاف الناس زعما يمشيو معاه في السياق. ما اخي محمد، واش ما كتظنوش اننا ممكن نتكلموا على ان روسيا يكون عندها ايضا دور، لان روسيا فقدت كاع الحلفاء ديالها داخل الجزائر وكاع الاجنحه اللي كانت كتخدم المصالح ديالها بسبب هذا النظام الان ديال الشنقريحي. ما تظنش ان روسيا ممكن انها تكون هي اللي الان كتتحرك من اجل قلب النظام داخل الجزائر، خصوصا هي كتشوف انها كتفقد الجزائر كحليف او كزبون، وكتشوفه يرتمي في حضن الامريكان. لا ابدا يا اخي، القوى الاقطاب ولا تسموا الاقطاب دابا، اقطاب العالم اتفقوا بيناتهم وقسموا الخريطه. دابا حنا كنتسناو كيفاش غادي تولي الحدود. كانت اول زعما مكالمه يمكن من عند ترامب في الاول باش تعين في الرئاسه هي مع بوتين، وراكم شفتوا الاحداث كيفاش دابا كتسارع ما بين اوكرانيا ورومانيا. ابدا لا ما كايناش كاع روسيا، كاينه فرنسا وكاينه امريكان. وامريكان فهمت دارت بلاصتها كتسنى. دابا هي فرنسا كتحاول مسح ماء الوجه كما نقولوا، حيت فرنسا كما قال سي جبار انا متفق معاه 100%، راه حتى هي غادي يكونوا رؤساء سميات رؤساء مذكورين عندك ناصر الجن. السيستم اخي ما عرفتش واش كتلاحظوا التشكيلات الحكوميه ديالهم اليوم، وكان ذكرها السيليوسي الاعمار. راه هاد الاخوان هادو اللي كاينين دابا في هاد الحكومه هادو راه كاملين فوق 60 كاملين فوق 70، ولا كاع وزير يشد جوج وزارات. ما يمكنش دابا العهده الجايه هي اللي غادي تخلق الشونجمون، والبلاد ما يمكنش يكون فيها شي تطاحن كبير كنظن، حيت كتبقى حتى هي فهمت بلد بترولي وما يمكنش داكشي كيتعلق باقتصاد العالم. يعني غادي يشوفوا واحد ترانزيسيون فهمت اميكال. وناصر الجن انا بالعكس ناصر الجن ما يرجعش، ما يقدوش يرجعوه، حيت داكشي اللي كيعرفوا زعما ما كنظنش انه يخول لهم انهم يعاودوا يلعبوا معاه يحطوه في منصب السلطه. كنظن واحد ترانزيسيون اميكال فيها جيل جديد، فيها رجال الاعمال اللي خربوا من الجزائر بزاف، اللي خرجوا الفلوس غادي يرجعوا، واحد فيهم بدون شك يردوها تكنوقراط هي هذيك الدوله. ولكن السيستم غادي الهاويه فيما لا شك فيه. شكرا اخي سعيد. بارك الله فيك اخي محمد.